السلام عليكم بنات، مرحبا بكم في قناتي قناه زهيري للطبخ. اليوم البنات غنوجد معكم بطيبطات عامرين. بالنسبه للعجينه غنبداو بالعجينه هي الاولى. عندي هنايا جوج زليب ديال الفينو، عندي جوج زليب ديال الفورص، معلقه ديال العسل، جوج معالق ديال الخميره ديال الدار وشويه الملح. المهم غادي نعجنوا العجينه هي الاولى، ومن بعد غادي ندوزو للحشوه. نعجنوها بما دافي باش دغيا تخمر. انا جمعتها ما دلكتهاش، خفتها شويه صافي. غادي نغطيها بالسلوفان نخليها ترتاح. هي كل ما ارتاحت كل ما كتجي العجينه مزيانه، ما تحتاج كاع الدليك نهائيا، غير تخليوها ترتاح. راه الوقت اللي غتبغيو تقرصوها وجمعوها غير ترتاح، تحسوا بها ارتاحت، ديوها وجيبوها بحال هكا صافي. راه غادي تاخذ الشكل ديالها وغادي تطوع غير هكا بلا قوه الدليك. المهم دابا ندوزو سميتها الحشوه. البنات بالنسبه للحشوه اللي غنعمر بها البطيبطات، غندير هنايا عندي البصله اللي درتها كتقلى مع شويه ديال الزيت. وبالنسبه للعماره هنا عندي شويه القزبر والزيتون مقطع دوائر. هنا عندي شويه ديال الكفته مشحره، هنا كفته عاديه ديال البيبي، هنا عندي شويه ديال الكبده. وبالنسبه للعطريه عندي الخرقوم والكمون البزار سكينجبير الملح التحميره وشويه الهريسه. صافي غندير هنايا الزيتون مقطع. بالنسبه للحشوه كتبقى اختياريه نتوما واشنو عندكم. صافي غادي نزيد هنايا العطريه كامله. صافي غادي نخلي الحشوه حتى طيب وندوزو باش نعمروها. صافي البنات انا غادي نبدا نعمر فيهم دابا شويه الفيل. صافي الحشوه هي بردات. ما تعمروش بزاف باش ما تخرجش لكم الحشوه. صافي وكنجمعوا ليهم جنيباتهم. صافي غادي نخليها ترتاح. صافي البنات انا كملته في التقراص، عمرته كامل وقرصته. غادي نخلي غير واحد شويه وغنجلس نطيب فيه، ما نخليش يخمر بزاف عاوتاني باش ما يجيش غليظ. صافي وغادي ندير شويه ونشعل البوطه. البنات انا بديت كنطيب سميتو في البطبوط. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط اللي وجدت معاكم، كيجي على هذا الشكل هذا. المهم ها هو البنات صراحه كيجي ناجح. من الداخل كيفاش كيجي عامر وخاوي من الداخل. شوفوا البنات صراحه كيجيني في نفس الوقت لذيذ. العماره اللي درت ليه البنات بالنسبه للعماره كتبقى اختياريه نتوما واشنو بغيتو باش تعمروا. وهنايا البطبوطه البنات عادي واخا ما دلكتوش، زعما كيجي ناجح وكيجي زوين. هانتوما البنات
المهم البنات كنتمنى الفيديو يعجبكم، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.